السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير ان شاء الله. قبل ما نشوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم، الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم هي تارت بالشوكولا والكراميل والبنان. يعني هذو الاذواق يتوالموا مع بعضهم البعض. نروحوا للمقادير وطريقه التحضير مع بعض. في ان ريسيبيون عندي 125 غرام نتاع زبده. هنا الزبده من الاحسن يعني تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني تكون شويه طلقه روحها، ما تكونش حاكمه روحها بزاف، هكا تقدروا تخدموها. نضيف مغرف لافاني صغيره. عندي رشه تاع الملح غير هكا بين صبعتيا امبانسي برك. ندير 2 مغارف كبار نتاع سكر كلاص، ولا نص كاس تاع 220 مليلتر. نضيف كذلك صفار نتاع حبه بيض. رانا رايحين نخدمو اون بات سابلي، تجي بزاف هشيشه وتجي طريه. درك تشوفوا معايا اليوم يعني نخدم غير بيدي هكذا، به كامل تقدروا تطبقوا الوصفه. تقدروا يعني تخدموا بالضرب الكهربائي هكذا باش تسهلوا عليكم الامر. هذيك الزبده تندمج يعني بالخف مع السكر والبيض هذاك. المهم هكذا يعني تخدموا بيديكم، حاولوا يعني هكذا تعجنوها حتى تشوفوا هذيك الزبده يعني اندمجت تماما مع هذاك السكر والبيض. هذاك الوقت نضيف هنا الكاس الاول تاع الفارينه. تقدروا يعني تضيفوا نص مغرف صغيره نتاع خميره الحلويات. انا ما نضيفش هكا كي نكون رايحه ندير يعني انترت، ما نضيفش كامل خميره الحلويات. ولا حبيتوا تضيفوا يعني ضيفوا غير شويه هكا، يا ربي نص مغرف صغيره. عفوا. نبقى نخلط هكذا، نضيف قلت لكم الكاس الاول. اصلا انا رايحه ندير 2 كيسان فقط هكذا. نتحصل على عجينه تكون طريه متماسكه وطريه في نفس الوقت. نضيف الكاس الثاني كما راكم تشوفوا هكذا، ونبقى نخلط غير بالعقل. انا الزبده تاعي رغم انه يعني كانت في المطبخ، ولكن بقات حاكمه روحها شويه على هذيك اللي جاتني شويه يعني صعيبه باش تلايمت لي العجينه. ولكن الا كانت يعني من الاحسن الزبده تكون هكا شويه طلقه روحها، راهي تساعدكم بزاف. هكذا بعد ما ضفت 2 كيسان انتو فارينه تحصلت على العجينه. شوفوا العجينه تاعنا طريه يعني ما شاء الله. هكذا بعد ما لايمت العجينه تاعي نديرها في بابي فيل ولا هكا ساشيه تكون نقيه، ونخلي العجينه تاعنا تريح. لازم العجينه تريح مده 10 دقائق ولا 15 دقيقه قبل ما نفتحوها. هذا بعد ما تمر يعني 15 دقيقه يعني ربع ساعه نجي باش نفتحها هكذا. يعني كي تريح العجينه تجيكم سهله باش تفتحوها. هكذا نجي نفتحها بالحلال، نفتحها كي شغل هكا شويه بيدي، ومن بعد نروح نفتحها بالحلال هكا. لاباط انا السمك تاعها يعني درتها شويه خشينه. هكذا واحد 3 ولا 4 مليمتر، ما تفوتوش. بعد ما نفتحها ونتاكد يعني باللي العجينه تاعي فتحتها على حسب السنيوه اللي راني رايحه نطيبها فيها، نرفدها بكل سهوله يعني هكا. كي تكون بالساشي ولا يعني تفتحوها في البابي فيل كامل يعني ولا ورقه، هي كامل هذو يساعدوكم به يعني تقدروا ترفدوا العجينه تاعكم وديروها في هذا المول تاع لي تارت. ما ديروا فيه والو. العجينه تاعنا مش رايحه تلصق، لانه يعني فيها كميه مليحه نتاع ليدام. هكذا شوفوا يعني رفدت العجينه ودرتها في الاخر، وشتوني كيفاش حكمتها. يعني نبقى هكا نعبز بصبعتيا على الاطراف تاع السنيوه هكذا باه تعطيكم الشكل، وباه ما تبوط لكمش
ما يخسر لكمش الشكل تاعها كي ديروها في الطيب. هنا نحكم هكا في الشيطه، نثقبها كامل، ومن بعد نديرها في الثلاجه. انا نديرها في الكونجيلاتور مده ربع ساعه هكذا. نخليها تبرد شويه ومن بعد نروح نطيبها مباشره. الفرن تاعي يكون سخون، شعلته على 180 درجه، شعلته هكاك واحد ربع ساعه قبل. نديرها طيب مدة يعني نص ساعة ولا حتى 45 دقيقة. شوفوا نتوما يعني الفرن تاعكم كيفاه يطيب. كي تشوفوها حمرت في الأطراف يعني طابت، تشعلوا لها باه تحمر في الوسط. هنا بعد ما التورته تاعنا طابت ما شاء الله، صدقوني يعني طابت من كامل الجوانب بلون موحد هكذا. نجو هنايا باه نزينوا التورته نتاعنا. شوفوا هنايا انا درت كميه نتاع صوص الكراميل. هذه صوص الكراميل يعني يا تشروها من برا ولا راني دايره الوصفه نتاع الصوص كراميل. انا هذا الصوص كراميل صنع منزلي، يعني كنت خدمتها في الدار باه كي نستحقها نخدم بها كيما هكا تورتات ولا تحليات. المهم ومن بعد نخلي لكم رابط تاع الوصفه في صندوق الوصف هكذا، يعني باه ديروا هذه الصوص كراميل خير تشروها من برا. ندير هكا كطبقه تاع الصوص كراميل، ومن بعد هنا عندي حبه تاع موز، يعني حبه تاع بنان نقطعها غير رقيق، ومن بعد ندير طبقه نتاع الموز. نروح ندير الطبقة الثالثة. هنا عندي 100 غرام نتاع شوكولا، أنا استعملت عادي شوكولا مينا. هنا عندي 100 غرام يعني علبة نتاع شوكولا اللي فيها 100 غرام. ندير عليها نص كاس تاع حليب، هنا الحليب يكون بارد. نضيف عليهم زوج مغارف كبار نتاع لا شانتيي، هنا زوج مغارف كبار تاع لا شانتيي يكونوا مقبنين مليح، تقدروا تروحوا حتى ل3 هكذا. نخلط المكونات تاعي بارد في بارد، ومن بعد نديهم فوق النار، ندير لهم نار متوسطه ونبقى هكا نخلط حتى تشوفوا الخليط تاعي هذاك. تشوفوا ذيك الشوكولا ذابت ويغلي لي الخليط تاعي. شوفوا هنا يغلي باه يولي الخليط نتاعنا هكذا، يولي رطب يولي ليس، ونتحصلوا على كريمه شويه يعني ماهيش ثقيله بزاف، تتحصلوا على كريمه الشوكولا شويه خفيفه. هذاك الوقت كي نحيها من فوق النار نضيف لها نص علبه نتاع شيكولا. يعني العلبه فيها 100 غرام، نزيد نضيف 50 غرام نتاع شوكولا هكذاك. بما انه الخليط تاعنا راه سخون هكذا، الشوكولا تاعنا راهي تذوب في بكل سهوله، يعني بالخف تذوب. ولا تضيفوا هنايا اللي عندها الشوكولا تاع الطلي تضيف مغرفه كبيره، يعني ما تضيفش الشوكولا هذه، تضيف الشوكولا نتاع الطلي، تضيف مغرف كبيره تكون مقبنه مليح هكذا، تخلطي مليح. ومن بعد نضيفوا هذاك لو غاناج نضيفوه فوق هذاك البنان. كيما راكم تشوفوا هنايا ديك العجينه اللي بقات لي درت بها دي تارتولات صغار، يعني خدمتهم يعني بنفس الشيء اللي خدمت بهم التورته الكبيره. هنا يعني نسيت باه نقول لكم الاطوال تاع هذه السنيوه مش كبيره بزاف على هذيك اللي جاتني العجينه شويه خشينه. الاطول يعني القطر تاعها فيه 22 سنتيم هكذا. انا زينتها بشويه جوز. نتوما يعني التزيين يبقى لكم، سينو تخلوها هكاك ماشي شرط عليكم. هنايا برك يعني على جال المنظر ديروا شويه مكسرات ولا ديروا هكذا اللي حبيتوها، يعني كيما حبيتوا تزينوها زينوها. انا قلت لكم كان متواجد عندي حبات تاع الجوز، زينتهم هكذا من الفوق على جال الوجه، يعني على جال المنظر. هنا شوفوا هذو لي تقطولات صغار شعل جو شابين. هنا تقدروا يعني في رمضان ان شاء الله لحيانا ربي تقدروا يعني تستقبلوا بهم ضياف، ديروهم كامل يعني دي تارتولات صغار، ما تستعملوش كامل الحبه الكبيره هكذا، ديروهم دي تارتولات صغار يعني جو ما شاء الله. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونالت رضاكم وتجربوا هذه الوصفه.
شوفوا يعني ماشي صعيبة، هي فيها مراحل برك، بصح تقدروا يعني تجربوها وماهيش واعرة. حتى هذيك الصوص الكراميل قلت لكم يعني راني مخدمتها منزليا، مش رايحة تكلفكم بزاف. مام البنان يعني حبة بنان تاع يعني فقط. هذه هي وصفتنا. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك في القناة، ومع السلامة إلى وصفة واحدة أخرى إن شاء الله.